بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم في هذا اللقاء عن الجد الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي الكبير رحمهم الله تعالى. نتكلم عن نشأته ومولده وحياته ونماذج من شعره، ونتكلم في الأخير عن بعض المآخذ التي أخذت عليه وعن مكانته في الشعر والأدب في هذه البلاد. ولن نطيل لأن الوقت لا يسمح بذلك، ونستهل هذه الكلمة بالحديث عن مولده رحمه الله تعالى، فإنه ولد في صفر سنة 47 و200 وألف للهجرة، وذلك يوافق في التاريخ الميلادي سنة 32 و800 وألف للميلاد. ولد في أبي تلميت في كنف والده الشيخ سيدي الكبير رحمه الله تعالى، وعنه أخذ عنه علوم الشرع وعلوم اللغة العربية، وأخذ كذلك عن تلامذته من كبار العلماء والأدباء والمؤدبين الذين كانوا أحرص الناس على تعليمه وتأديبه، ومنذ بواكير حياته صرف إلى التحصيل العلمي والجد في الأخذ عن العلماء، وبدأ بحفظ القرآن وإتقانه رواية ودراية، وأخذ العربية عن جماعة من كبار التلامذة كما أخذ الفقه. وحبسه والده رحمه الله في ما يسمى بخيمة الكتب، حيث إن المكتبة كانت يومئذ متنقلة، فكان رحمه الله تعالى يجلس في تلك المكتبة طوال اليوم، يقرأ ويطالع ويقيد الفوائد والشوارد، حتى قيل إنه حصل جميع ما في تلك المكتبة خلال سنة واحدة. ومما يروى عن سيدي عبد الله بن أحمد دام الحسني، وهو من كبار تلامذة الشيخ سيدي الكبير، أن الشيخ سيدي محمدا حدثه أنه استطاع أن يرد جميع فروع الشيخ خليل رحمه الله تعالى إلى أصولها من الكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس الجلي أو عمل أهل المدينة أو نحو ذلك من الأصول التي يستدل بها المالكية وغيرهم من الفقهاء، لأنه من المعروف أن هنالك مصادر متفقا عليها وهنالك مصادر تختلف بحسب المذاهب. فاستطاع خلال أسبوع واحد حسب هذه الرواية الصحيحة أن يرد كل فرع إلى أصله، وهذا دال على علو كعبه في الفقه وفي معرفة الأدلة ومدارك الأحكام الشرعية. وكان إلى ذلك إماما في اللغة العربية وأشعار العرب، بصيرا بجيد الأشعار وبصيرا بالنقد الأدبي وعلوم البلاغة، ماهرا في ذلك كله رحمه الله تعالى. وكان يعرض شعره على والده أيام الطفولة والصبا، فكان إذا كتب شعرا أرسله إلى أبيه الشيخ سيدي الكبير فينقحه له، وربما مزق تلك التجارب الأولى، إلى أن استقام عوده وصلب واستد ساعده بالسين من السداد، استد ساعده، فاستطاع أن يبلغ الشأو الكبير في قرض الشعر وفي إنتاج الشعر. وكان ذلك عندما قال القصيدة الرائية الشهيرة: رويدك إنني شبهت دارا على أمثالها تقف المهارة، تأمل صاحهاتك الروابي فذاك التل أحسبه أنارا، وتان الرملتان هما ذواتا عليان ولا خط الشقارى، وإن تنشد رأيت بلا مثال جماهير الكناوين الكبارى، إلى آخر القصيدة. فلما قال هذه القصيدة قال الشيخ سيدي الكبير: الآن قال صاحبكم الشعر. فبدت مواهبه الشعرية ظاهرة جلية للعيان. فلما بصر والده بأنه بلغ هذه المرتبة من الشعر، أصبح يرد إليه أشعاره ويتركه يهذبها لنفسه وينقحها لنفسه. ومن المعلوم أن هذه القصيدة أنشئت في أجواء مؤتمر تندوجة الشهير الذي عقده الشيخ سيدي الكبير سنة 56 و800 ألف للميلاد،
وفيه أعلن الجهاد ووجوب الإعداد للنصارى المتربصين بهذه البلاد، وكانوا في الجنوب حيث احتلوا السنغال منذ أمد طويل، واحتلوا مناطق أخرى من البلاد المصاقبة لنا، وكانت البلاد يومئذ تعيش فوضى طاحونا وما يسمى بالسيبة. فأمر الشيخ سيدي بعقد هذا المؤتمر ودعا إليه الأعيان والأمراء والعلماء، ويقال إن الحضور بلغوا 5000 شخص، فكان مؤتمرا مشهودا. وفي تلك الأجواء دعا الشيخ سيدي إلى اتحاد الكلمة وجمع رص الكلمة وجمع الصفوف واتحاد الناس على الجهاد وترك الفوضى والاقتتال الداخلي. وفي تلك الأجواء قال الشيخ سيدي محمد هذه القصيدة الرائعة التي ينعى فيها هذه الفوضى الداخلية الطاحون، ويعد العدة في هذا الجهاد، ويدعو صراحة إلى وجوب المواجهة مع الكفرة المتربصين. فيقول رحمه الله: حماة الدين إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى، فإن بادرتموه تداركوه، وإلا يسبق السيف البدار، بأن تستنصروا مولا نصيرا لمن والى، ومن طلب انتصارا، مجيبا دعوة الداعي، مجيرا من الأسواء كل من استجار، وأن تستنفروا جمعا لهاما تغص به السباسب والصحارى، إلى آخره القصيدة. ومما يذكره أثناءها المظاهر السيئة التي كانت معروفة في ذلك العهد، فمن ذلك قوله رحمه الله: فبين الحي خيم ذا طلال، تبوأ من فسيح الأرض دارا، بساحته محافل حافلات بأشياخ مهذبة طهارا، وكل فتى يجر الذيل تيها، وتفتر الملاح له افترارا، إلى نسب لهم بلغوا ادعاء به أذواء حمير أو نزارا، إلى أن يبصروا شعثا كساهم لباس الجوع والخوف غبرارا، هنالك لا ترى شيئا نفيسا ولا مستحسنا إلا موارا، ولم يكن قدر لمح الطرف إلا وقد سلبوا العمامة والخمارا. ثم يقول: أجدكم بذا يرضى كريم وهو الحر يطيق له اصطبارا. ثم ينتقل إلى الجبهة الخارجية فيقول: وروم عاينوا في الدين ضعفا، فراموا كل ما راموا اختبارا. ويهيب بالمجتمع الشقيطي ذلك العهد أن يعيد العدة للجهاد وأن يصلح الأوضاع الداخلية. وقد أشار إلى هذه المظاهر السيئة الموجودة في الداخل في الهمزية الشهيرة التي مطلعها مسج الدموع بمسبلات دماء، متلهفا متنفس الصعداء، مما رأى سجف الحبيبة قبضت زوح السحائب عن السنة الجوناء، وسرى البهاء على الصفاء كما سرى ذهب الأصيل على لجين الماء، إلى أن يقول رحمه الله: يا راكب الوجناء في البيداء، تطواله البيداء بالوجناء، بلغ لمن لاقيت ممن يدعي لم يظن عليك بالإصغاء، أن اتباع المصطفى وصحابه ومن اقتدى بهم من القدماء، في وضع أسلحة بها عزوا على من رامهم، على من سامهم خسفا من الجهلاء، مني التحية والسلام، وأنه تالله أكذب من على الغبراء، ما صان أحمد والصحابة دينهم إلا بنصر الله للآلاء. ثم يذكر العدة التي انتصروا بها، ويذكر أن المجتمع قد خلعت منه طوائف وجماعات لهذه المظاهر السيئة، وأن الفساد قد استسرى وبلغ حدا لا يطاق، حيث يقول رحمه الله تعالى: وترى جماعة المسلمين بمسجد شم الأنوف أعزة الآباء، وقرا كأن الطير فوق رؤوسهم، هماتهم في النجم والجوزاء، وإذا تقول لبعضهم لما كاد أن يرميك بالنسرين والعواء، فتخال أن الضيم في أكنافهم مستودع العنقاء، حتى إذا نظروا إلى متقلص أهدامه ذي وفرة شعثاء، ولدته أم بئس ما جاءت به، وأبيه راع ونجل رعاء، قاموا إليه مبادرين كأنما قاموا لبعض أجلة الأمراء، فلدى القوي هم ذئاب مفازة، ولدى الضعيف هم أسود كراء، هيهات هذا من شريعة أحمد وصحابه وقفاته الكرماء، لم تمسكوا من دينهم إلا القواعد خمسها مدوفة برياء، ولربما منعوكمها عنوة حتى افتديتم منهم بفداء، إلى آخر القصيدة، وهي طويلة جدا
وقد ذكر فيها كل ما كان يقع في هذه البلاد من مظاهر السيبة والفتن الداخلية وما يقع فيها من إذلال أهل العلم والدين، حيث يقول: لا حر يرضى ما رضيتم أنتم من نهب أموال وسفك دماء وقران شيب وابتزاز ملابس وهجوم دور واستباء نساء. ويدعو إلى المقاومة وإلى القضاء على هذه الشراذم الخبيثة التي تعيث في الأرض فسادا، كما دعا إلى الجهاد، فكانت دعوته أول دعوة صريحة إلى الجهاد، وكان ذلك المؤتمر انطلاقة أولى للم الشمل وإقامة الكيان الذي سوف يكون فيما بعد أساسا لهذه الدولة التي قامت فيما بعد، ولله الحمد. فالشيخ سيدي محمد رحمه الله تعالى من دعاة الإصلاح ومن دعاة التجديد، ولم يكن بالشاعر المقلد الذي يجتر الأنماط التقليدية ويقلد الشعراء في أساليبهم، بل كان يدعو إلى التجديد ويرى أن الأدب العربي يعيش أزمة حقيقية، وخصوصا الشعر، وقد شعر بهذه الأزمة الإبداعية. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: يا معشر البلغاء هل من لوذع يهدى حجاه لمقصد لم يبدع، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع، لكم اليد الطولى علي إن أنتم ألفيتموه ببقعة أو موضع، وحذاري من خلع العذار على الديار ووقفة الزوار بين الأربع، وإفاضة العبرات في عرصاتها وتردد الزفرات بين الأضلع، ثم يسرد جميع الأغراض الأدبية الشعرية المعروفة إلى أن يقول رحمه الله تعالى: فجميع هذا قد تداوله الورى حتى غدا ما فيه موضع إصبعي. فهذه الأغراض كلها قد استنزفت، وقد ركبها الشعراء في جميع القوافي عبر العصور، فإذا لا بد من التجديد، لا بد من استحداث أغراض ومضامين جديدة للشعر، كما أن مجرد الأنماط السابقة في بناء القصيدة أيضا أنماط تقليدية مكرورة مجترة ينبغي أن لا يسر عليها الشعراء، بل ينبغي أن يبحثوا عن آفاق ومناديح جديدة للقول. وفي ذلك يعرف رحمه الله تعالى حقيقة الشعر وكون الشعر بأنه إبداع قولي قائم على رقة اللفظ وجزالته، مع ذلك مع كون المعنى رائقا قريب المأخذ، وأن يكون فيه إبداع وتصور، وأن يكون أيضا جاريا على إيقاعات معينة، وهو لا يقصد ذلك طبعا الموسيقى الخارجية، وإنما يقصد الموسيقى الداخلية في الشعر. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: والشعر للتطريب أول وضعه فلغير ذلك قبلنا لم يوضع. وهذا التعريف يلتقي مع تعريف ابن رشيق القيرواني في العمدة للشعر، كما أن تعريفه أيضا للشعر يلتقي مع التعريفات التي نجدها في التراث النقدي العربي، كما نجده عند الآمدي مثلا في الموازنة بين الطائيين، وما نجده عند بعض النقاد المتقدمين. لكن الشاعر يهتم أساسا باستحداث موضوعات جديدة، باستحداث أغراض جديدة، فجميع المواضيع قد ذكرت واستنزفت عبر العصور من نسيب وغزل وتشبيب وطلليات ومديح وهجاء ورثاء وفخر وحماسة ووصف، فكل ذلك قد استنزف، ولم يعد الشعراء يبتكرون أغراضا جديدة، وإنما يلوكون جميع ما تقدم من القول، وينسجون أيضا على منوالات المتقدمين. فهو يدعو إلى إبداع في الشكل وإبداع في المضمون رحمه الله تعالى، ولكنه يضعنا على مفترق طرق عندما يقول: إن يتبع القدماء أعاد حديثهم بعد الهشو وضل إن لم يتبع. يعني أن الشاعر إن يتبع الشعراء القدماء
بعد أن فشى شعرهم وانتشر بين الناس فإنه يظل مقلدا يجتر ما قيل، وإن لم يتبع القدماء أيضا فإنه سوف يضل السبيل. وهذه هي الإشكالية الحقيقية التي تنبه لها الشاعر رحمه الله تعالى. والمهم أنه شخص أزمة الإبداع في الشعر العربي عموما، ولا نعلم حسب حدود علمنا الضيق القليل أنه توجد قصيدة بهذا المستوى الرفيع، بهذا المستوى الفني الرفيع وبهذا الحجم تعالج هذا الموضوع، بل نجد إشارات خاطفة عبر التاريخ ودعوات مقتضبة، ولكن لا نجد قصيدة تبلغ 51 بيتا في النقد الأدبي. والشاعر رحمه الله تعالى قد وقع على المقصد الجديد الذي كان يبحث عنه، فإنه أفاض في موضوع نقدي بلاغي أسلوبي لم يسبق إليه حسب علمنا في تاريخ الشعر العربي على الإطلاق، فأتى بنص بكر وقصيدة بكر لم يطمثها قبله إنس ولا جان. فهو رحمه الله تعالى قد اهتدى بحجاه للمقصد الذي لم يبدع، وشخص أزمة الإبداع في الشعر العربي بشكل عام، وطرح الموضوع بين النقاد والبلغاء والمشتغلين بصناعة الشعر، وهذا قبل أن نسمع بنهضة أدبية في المشرق، وقبل أن يقع تأثر بالآداب الأجنبية. فهو رحمه الله تعالى كان في صحراء شحاح بعيدة عن الماء والحضارة، وبعيدة عن مراسي السفن وأزاز الطائرات وهدير المطابع. كان في قلب الصحراء تحفه رمال ميمونة السعداء، ولم تكن لديه صلات بخارج، بل كان في صحراء معزولة، ولكنه اهتدى بعبقريته الفذة وبذكائه النادر وببحثه عن الإبداع والتجديد إلى هذه القاصدة البكر وإلى هذا المقصد الجديد، وكان له فضل السبق في هذا المنحى، حيث إن الشعراء عبر العصور قد درجوا على بناء موحد للنص الشعري، حيث إنهم يبدأون غالبا بالطلاليات، بالمقدمة الطلالية، ثم بالغزل، ثم بوصف الناقة والبيداء، ثم يتخلص الشاعر إلى غرضه الأساس من مدح أو فخر أو هجاء ونحو ذلك. فهو مجدد في هذا المضمار، كما أنه مجدد أيضا في الدعوة الإصلاحية السياسية والاجتماعية والتصدي للهجمات المحتملة من العدو المتربص بنا، وهو عدو يخالفنا في الدين واللغة، ويستنهض الشيخ هممنا وغيرتنا الدينية لمواجهته والتصدي له بكل ما أوتينا من قوة. الشاعر رحمه الله تعالى مع أنه دعا إلى غرض لم يبدع، كان أيضا يجاري الشعراء في الأغراض المعروفة في الشعر العربي، فإنه كان رحمه الله تعالى يتغزل، وكان يشبب، وكان يقف على الأطلال، وكان يرثي الأعيان من العلماء ونحوهم. وأيضا ربما كتب أشعارا في مضامين الإخوانيات والفكاهة والأدب والظرف وما إلى ذلك. وهذه النماذج طبعا ليست كلها على وتيرة واحدة، فكان يحتفل بالقصائد الطوال التي يصمد لها ويتصدى إلى الإبداع فيها، كالنونية مثلا، التي هي قصيدة عجيبة تستحق أن تكون ضمن الآداب الخالدة، ضمن الآداب العالمية الخالدة. دمعا تبقيان بغرب عيني وقد عاينتما دار الكونين، ليس من الوفاء لقاطنيها إزالة ما يصان بكل عين، بلى إن البكاء على المغاني بمنهاج الصبابة فرض عيني. في هذه القصيدة تتجلى شخصية الشاعر، وتتجلى عبقريته، ويتجلى ما يسمى بالأنا، يعني أن الشاعر عبر عن أناه العميقة
وعبر عن شخصيته وكينونته وأحلامه وآماله وآلامه وإطراحه. وامتدت هذه القصيدة أكثر من 100 بيت، ليس فيها مدح ولا رثاء ولا هجاء، وإنما فيها حديث عن الشاعر وعن بيئته وعن محيطه وعن آماله وأفراحه وإطراحه وطموحاته، وعن المحيط من حوله، وخصوصا المحيط الثقافي، مما يمكن أن نطلق عليه الثقافة العالمة. فإن الشاعر رحمه الله تعالى كان رجلا عالما قبل أن يكون شاعرا، وقد أشرت إلى ذلك في مستهل هذه الكلمة، فإنه ممن تبحر في علوم الشرع واللسان والأدب قبل أن يكون شاعرا. وكثير من الناس يعتقد أن الرجل مجرد شاعر، ولكن لو نظروا بإمعان إلى شعره لعلموا أنه كان من أعلم الناس، وهذا ما شهد به له المعاصرون، فضلا عما عندنا الآن من فتاواه ورسائله العلمية رحمه الله تعالى. فإنه كان في آخر أيام والده يتصدر الإفتاء ويكتب الفتاوى ويكتب بعض المؤلفات والشروح. ومما يتتجلى فيه ثقافة العالمة هذه القصيدة النونية التي يقول فيها رحمه الله: وكم سامرت سمارا فتوا إذا المجد انتموا من محتدين، حووا أدبا على حسب فداسوا نديم الفرقدين بأخمصين، وذاكروا جمعهم ويذاكروني بكل تخالف في مذهبين، كخلف الليث والنعمان طورا وخلف الأشعري مع الجوين وأوراد الجنيد وفرقتيه إذا وردوا شراب المشربين، وأقوال الخليل وسيبويه وأهلي كوفة والأخفشين، نوضح حيث تلتبس المعاني دقيق الفرق بين المعنيين، وأطوار النميل لذكر دارا وكسرى الفارسي وذي رعين، ونحو 6 الشعراء ننحو ونحو مهلهل ومرقشين، والشعر الأعميين إذا أردنا وإن شئنا فالشعر الأعشيين، ونذهب تارة لأبي نواس ونذهب تارة لابن الحسين. فالشاعر رحمه الله تعالى كان رجلا عالما متفننا، وكان يسامر أهل العلم من الفتو الذين هم رداته وأترابه، فيتسامرون ويتذاكرون في العلم والأدب ويتطارحون في تلك المجالات. ولعل هذه المجالس لم تعد موجودة اليوم للأسف، فإن هذه الديار قبل كانت ديار علم وأدب وشعر ولغة، وقد نضب ذلك المعين إلا في المحاضر أو في بعضها، والله الموفق. في هذه القصيدة أيضا نلاحظ أن الشاعر رحمه الله تعالى كان ينظر إلى هشاشة مركز الإنسان في الدنيا وإلى حتمية الفناء، مما ينغص عليه طعم الحياة. فيقول مثلا في هذه النونية: ولما صاح من فودي نذير، ولما صاح من فودي نذير، والفود هو مفرق الرأس، ولما صاح من فودي نذير، وصرح ثانيا بالعارضين، وقبل الشيب إيجادي نعاني، فليس الشيب أول ناعيين، وداعي العقل بالتجريب نادى، وداعي الله أندى الداعيين، سلا قلبي عن الدنيا لكوني وما أهواه منها فانيين، وإني ظفرت به فلسنا على حال تدوم بباقيين، ولكن إذا طبق تولى على طبق ترانا راكبين، وعن عهد الشبيبة والملاهي وأيام الميامن والكنين، ولكن استباح حريم صبري هوى الحرمين أشرف موطنين، وسوف تفي العزائم والمهارة بوعد منجز من وافيين، فقد منينني قبل المنايا مرور ركائبي بالدهنوين، إلى آخره. وقد قال بعض المعاصرين للشاعر إن هذه القصيدة الطويلة العجيبة ليست بذات موضوع، يعني ليس لها غرض معين، لأنهم ألفوا القصائد تتمحض للمدح أو الرثاء أو للنسيب والغزل أو للفخر والحماسة، والشاعر هنا
تكلم عن ذاته وعن هويته وعن كينونته وعن حياته وعن محيطه وآلامه وآماله وتراحه وعن محيطه وعن ثقافته وثقافة المجتمع وعما يعتزمه من حج ووصول إلى بيت الله الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد النبوي. فهو رحمه الله تعالى خاض في كل تلك الأودية، وهذا هو الشاعر الحق الذي يستقي مادة شعره من الحياة ومن نفسيته ومشاعره وشخصيته وكينونته. أما أن يتمحل الشاعر ويفتعل الأغراض ويتكلف ويقلد الشعراء ويفتعل الأحاسيس المستعارة، فهذا لا يكون صاحبه بالشاعر الحق. وقد رأيت كثيرا من كلام النقاد المعاصرين من الغربيين والعرب في هذه الجزئية، وقد أشرت إلى ذلك في تقديمي لديوان الشاعر رحمه الله تعالى، وسوف يطبع قريبا. قد حققه أحد الباحثين الفضلاء، وقد عملت مقدمة أشرت فيها إلى جملة من هذه المسائل. وأختم هذه الكلمة بنبذة عن المآخذ التي أخذت على الشاعر رحمه الله تعالى. فلم يؤخذ عليه إلا كلمات يسيرة في اللغة، وسوف أذكرها وأذكر الاعتذار عنها أيضا. فمن ذلك أنهم أخذوا عليه قوله رحمه الله: سوى طرفين فيها ساحرين. قالوا إن الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، وهذا الذي قالوه صحيح في الجملة، لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع في الأصل، لكن الطرف هنا قد غلبت عليه الاسمية كما هو معلوم، وقد ورد في كلام العربي مجموعا ومثنى. ومما ورد على نحو قول الشاعر قول الطرماح بن حكيم الطائي، وهو شاعر إسلامي من جماعة الخوارج، يقول: لا أيها الليل الطويل ألا أصبحي بصبح وما الإصباح منك بأرواحي، بلى إن للعينين بالليل راحة بطرحهما طرفيهما كل مطرح. فهنا نجد الطرماح وهو الشاعر يحتج بشعره طبعا، وجدناه يثني الطرف في كلام فصيح محفوظ مدون. وكذلك أنشد الزمخشري في الأساس، وهو معجم لغوي معروف بأساس البلاغة للزمخشري، أنشد فيه في مادة برمة قول الشاعر: يخبر طرفانا بما في قلوبنا إذا برمت بالمنطق الشفتان. فهذان الشاهدان دليلان قاطعان على أن تثنية الطرف مسموعة عن العرب. كذلك أخذوا عليه رحمه الله تعالى أنه جمع أو ذكر جمعا لم يجده بعضهم في القاموس، وهو الروابع، وهذا مما يضحك ويبكي في آن واحد، لأن العرب تقول: ربع فلان بالدار إذا أقام بها، ربع بالمكان يربع به إذا أقام به، ومنه سمي المربع لأنه مقام اللبث. وربعت المرأة بالدار فهي رابعة، وجمعها روابع لأن قياس فاعلة فواعل، كما هو نقول فاطمة وفواطم وعاتكة وعواتك وفاتحة وفواتح. فالروابع النساء اللائي يقمن بالربوع، أي يمكثن في المنازل والمغاني، وذلك في قوله رحمه الله تعالى: فرعي الفتى عهد المرابع آية على أنه يرعى عهود الروابع، أي يرعى عهود النساء اللائي كن يربعن بهذا الربع والمغنى. وليس كل لفظ مقيس يوجد في القواميس، لأن القواميس لم توضع لهذا الغرض، لأننا إذا كنا نبحث مثلا في القواميس عن مضارع ركب وعن اسم الفاعل من ركب واسم المفعول من شرب، فتبطل مادة التصريف والاشتقاق، فلا يكون للتصريف ولا للاشتقاق معنى، وبالتالي سوف تضيق المعاجم عن إحصاء المفردات والكلمات المستعملة في لسان العرب.
والمعاجم لم توضع لما يذهب إليه هؤلاء الذين لا يفقهون حقيقة اللغة. مما أخذ عليه أيضا رحمه الله تعالى أنه وصل همزة القطع، وذلك مما أخذه عليه الشاعر محمد بن محمدي العلوي، وهو شاعر كبير من جلة الشعراء المجيدين في هذه البلاد، وكان معاصرا للشيخ سيدي محمد رحمهما الله تعالى. فأخذ عليه أولا جمعه حرفا على حرف، والحرف الناقة القوية، وحرف كل شيء طرفه وحده، فجمع الشيخ حرفا على حرف، وهذا جمع نادر طبعا ولكنه مصوص في القاموس. وابن محمدي الشاعر الخذيذ اللغوي لم يعترض على الشيخ، وإنما استفهم فقط، لأن هذا الجمع غير مقيس في الحقيقة. فنقد الوشاة إلى الشيخ خبرا مكذوبا مفاده أن ابن محمدي لحنه وخطأه، وهذا غير صحيح. فأخذت الشيخ سيدي محمدا الحمية، فقال أبياتا مشهورة لا أريد ذكرها الآن، ورد عليه أيضا ابن محمدي بقصيدة أخرى فيها مدح وتبشير، لكن فيها أيضا تصحيح لما بلغ الشيخ سيدي محمدا من النميمة ومن قول الوشاة. والمهم أن هذه الكلمة مسموعة وهي موجودة في القاموس، فالحرف إذا جمع على حرف فإن هذا في الحقيقة جمع نادر غير مستعمل، لكنه صحيح وليس استعماله خطأ. وكذلك أيضا أخذ عليه جلوا بمعنى الكشف، نقول جلوت المرآة والسيف جلاء وجلوا، أي صقلتهما، فجل الشيء جلوا مصدر صحيح أيضا، ومصدر قياس المعدى من الثلاثي أن يكون على وزن فعل، كما قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى من ثلاثة كرد رد، فنقول جلوت السيف والمرآة جلوا، وهذا لا لحن فيه أيضا. وكذلك أخذ عليه ابن محمد نفسه أنه وصل همز القطع، وهذه ضرورة شعرية أيضا معروفة، ولها شواهد معروفة في أشعار العرب. ومنها قول الطرماح: لا أيها الليل الطويل ألا أصبحي بصبح وما الإصباح منك بأروحي. أصلها أصبح، لا أيها الليل الطويل ألا أصبح بقطع الهمزة، ولكنه لم يقطعها للضرورة. ومن المعلوم أن ضرائر الشعر قد ألف فيها العلماء، منهم ابن عصفور الإشبيلي مثلا له كتاب ضرائر الشعر، ونص على هذه المسألة، نص على أن الهمزة القطعية قد تكون وصلا في ضرورة الشعر. وهو ابن مالك رحمه الله مثلا، ابن مالك رحمه الله كما ذكر السيوطي في همع الهوامع، ذكر أن ابن مالك لا يجيز للشاعر أن يرتكب الضرورة إلا لا يجد عنها مندوحة، لكن ابن جني وابن عصفور وابن هشام وأبا حيان، أو يعني أربعة، أجازوا للشاعر أن يرتكب الضرورة مطلقا سواء وجد عنها مندوحة أو لم يجد، وذلك سميت ضرائر الشعر، وفيها ألفت التآليف. والأقل هو عكس هذه المسألة، هو أن نقطع همزة الوصل. قطع همزة الوصل أقل في الشعر من وصل همزة القطع، وبينت في التقديم شواهد لهذه المسألة. ومنها مما يحضرني الآن منها ما أنشده ابن الجني لحاتم الطائي: أبوهم أبي والأمهات أمهاتنا، أبوهم أبي والأمهات أمهاتنا، فأنعم ومتعني بقيس بن جحدري. وكذلك قول الراجز: إن لم أقاتل فالبسوني برقعا وفتخاتي في اليدين أربعا، أي اعتبروني مرأة. فهمز القطع قد يكون وصلا في الشعر ولا بأس بذلك.
فهذه جملة المسائل التي أخذت عليها رحمه الله تعالى، وقد ذكرت لكم الاعتذار عنها، وأشير في خاتمة هذا اللقاء إلى أن بن محمد رحمه الله تعالى اعتذر اعتذارية رائعة أنا أجد أنها أحسن وأبلغ من اعتذاريات النابغة الذبياني، فرحمه الله وأجزل له المثوبة. وكان السجال بين الشعراء معروفا عبر التاريخ، وخصوصا الأقران والليدات، وهؤلاء أيضا كانوا متميزين في عصرهم بالعلم والأدب الرفيع والأخلاق العالية. والشيخ سيدي محمد رحمه الله تعالى لم يمكث بعد أبيه إلا سنة واحدة. ويقول صاحب الوسيط: إنه لم يغير شيئا مما كان يجريه والده على الناس، فإنه كان رحمه الله تعالى ينحر كل ليلة ناقتين كوماوين للضيوف وللحضرة ولجميع الوافدين والقادمين، وكان يكسو الناس 3 مرات في السنة، ويقسم عليهم يوميا الحنطة والميرة وما إلى ذلك، فكان مطعاما، وكان معروفا بإكرام الضيوف وإكرام الشعراء الوافدين كذلك. ومع عبادته وتواضعه وزهده، فإنه ظل في حياة أبيه متقشفا زاهدا معرضا عن الدنيا، رغم ما كان فيه من نعمة جسيمة وكلاءة عظيمة إذا استعرنا عبارة صاحب الوسيط أيضا. فكان يخدم أباه وحضرته، ولا ينعم بشيء من الترف أو التميز عن أهل الحضرة من التلاميذ والخدم، فكان يخدم أباه كما يخدمه غيره من التلامذة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومما يشار إليه أيضا أنه نشئ تنشئة صالحة، فكان رحمه الله تعالى أبعد الناس عن الريبة وأبعد الناس عن مواطن السوء. فالشيخ تعرض لعاصفة عاطفية قوية، حيث إنه لما تزوج بامرأة كان يهواها وهي من عشيرته، فرضت عليه أمه تطليقها قسرا، وهجمت عليه ومعها جند من العجائز، كما قال الشاعر رحمه الله تعالى: يشكو ذلك إلى أبيه من فعل أمر في الشريعة جائز، يروم اهتضامي بينكم كل عاجز، وكان بكم جند البغاة يهابني، فصال علي اليوم جند العجائز، فصرت كأني قد أتيت بفعلة وفاحشة من نحو فعلة ماعز، فلو أن أرضي ذات معز رجمنني، ولكنها ليست بذات أماعز. فهذا التصرف القاسي جعل الشاعر يعيش حياة صعبة، عبر عنها في كثير من المقاطع الشعرية المؤثرة، من ذلك مثلا قوله: ما للمحبين من أسر الهوى فادي، ولا مقيد لقتلاهم ولا وادي، ولا حميم. المقيد هو الذي يقتص من القود وهو القصاص، والوادي الذي يدفع الدية. ما للمحبين من أسر الهوى فادي، ولا مقيد لقتلاهم ولا وادي، ولا حميم، ولا مولى يرق لهم، بل هم بواد وكل الناس في وادي. يا رحمة لهم ما كان أصبرهم على معاناة جمع بين أضداد، والناس ألب عليهم، أو إلب بالكسر والفتح، والناس ألب عليهم واحد، فلذا ما إن ترى من يواسيهم بإسعاد، إما عذول وإما ذو مراقبة، أو زاعم النصح أو ساع بإفساد، إلى آخر القصيدة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.